أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اعترافات بعد منتصف الليل. زي كل ليلة بنقفل النور ونفتح الخطوط ونسمع اللي محدش بيقدر يقوله في النهار. النهاردة في اتصال جالي طلب يتذاع، واللي هتسمعوه دلوقتي حصل بالفعل. نستقبل أول مكالمة. أنا مش جاي أحكي حكاية، أنا جاي أفضي قلبي. الاسم مش مهم، بس اللي لازم تعرفه إني كنت أعرف قذافي فراج من زمان، مش من الجرايد ولا من المحاكم، لا، أنا عرفته لما كان اسمه جابر. لحظة، جابر هو ده واحد من الأسماء اللي استخدمها السفاح، صح؟ أيوة، وأنا كنت هناك، شفته، كنت هبقى زيه أو ضحيته. جابر دخل حياتي كده فجأة. كان دايما مهندم، متعلم، بيضحك ضحكة هادية، بس عينه كانت ما بتضحكش. قال إنه مدرس بيحب الخير، وفتح مكتبة تحت بيتنا. وإنت كنت بتشوفه إزاي؟ في الأول ملاك، كان بيجيلي بكتب، يساعدني في شغل البيت، ياخدني الجامع. بس كان في حاجة مش راكبة. بيقول كلام كبير، بس لما بيبصلك تحس كأنك ملف بيتحلل. في يوم دخلت عليه المكتبة بدري، لقيته مش واخد باله إني جيت. كان قافل الباب وواقف قدام حيطة بيكسر فيها، ولما شافني ضحك وقال: شوية شغل تصليحات يا عم، محتاج أخلي المكان أنضف. بس المكان كان ريحته تقيلة. وما سألتوش؟ سألت، بس رد عليا بكوباية شاي، ومن يومها ما نطقتش، بس بدأت أرجب. مرة سمعت صوت ست بتعيط وبعدين سكتت فجأة. خبطت عليه ما ردش. بعد ساعة فتح لابس لبس صلاة وعينه ما فيهاش نوم. قال لي الست دي كانت محتاجة مساعدة وخرجت خلاص. بس فين راحت؟ ليه ما شفتهاش تاني؟ حاولت أسأل بس كنت لوحدي، وهو كان دايما سابقني بخطوة. وفي يوم كان ناوي ياخدني معاه، قال لي تعالى نروح نشتري شقة سوا، مشروع كده نكسب منه. بس قلبي كان بيقول لأ. افتكرت كل الريحة، كل الأسئلة، وقلت له لأ. ومن يومها اختفى. يعني كنت على حافة إنك تكون ضحية. أنا مش عارف كنت ضحية ولا كنت هبقى زيه، بس اللي أعرفه إنك لما تشوف وشه الحقيقي عمرك ما تنسى. اللي سمعناه النهاردة كان بداية حكاية مش بس عن القتل، لكن عن الوجوه اللي بنلبسها. الليلة الجاية المتصل هيرجع لنا، بس المرة دي هيحكي عن أول ضحية وصوتها اللي لسه بيطارده في منامه. خليكم معانا. أنا كريم شرف، ودي كانت اعترافات بعد منتصف الليل.